فقات القشابات الله دب كل سخط الدنيا ذب عليكم، سواكم اقدر دوله بالعالم، اوسخ دوله بالعالم، جوازكم ما حد يحترمه، ما حد يحترمكم، منافقين، ناس تاكل بناس. هلا والله شبابنا، شكلكم ان شاء الله يكون بخير. يا بعد حلقه القناه، حلقتنا اليوم تحكي على انسانه ماكو واحد منتقدها، يوتيوبر من يوتيوبر تنمر فول. طبعا شباب هي البنيه كلش يعني بسيطه وعلى نياته وعندها حركات حلوه، بس يعني خلينا نشلب بيها. انت ما حلوه، انت ما حلوه، انت ما حلوه، انت هيك انت هيك. لازم نعطيها الشغله السلبيه مالته ونعطيها الشغله الايجابيه مالته حتى تتحسن. طبعا شباب عندي صدى شويه قليل بالغرفه، راح انزل الفيديو، عذروني تحملوني هذا الفيديو لان صراحه حرت ماكو مكان مسديته بالغرفه، وبعد الصدى عندي منها ان شاء الله الجمعه اني مكمل الغرفه. وطبعا عندي بعد فيها هواي نقص، عندي هنا بعد هواي امور. طبعا انت اذا ما شايفني، اذا ما جيت تشوف شلون دا اشتغل بيها، طبعا الانستغرام مالتي حتلقى هذا اليوزر مالته هنا، راح اخلي لكم اياه والرابط مالته جوا مال الانستغرام. طبوا شوفوا ستوريات مالتي شلون اشتغلت بيها الغرفه من البدايه للنهايه. طبعا شباب طول عليكم مقدمه، شباب لا تنسوا باللايك والاشتراك تفعيل زر الجرس وتفعيل حمايتكم حتى نستمر القناه. يلا شوفوا الفيديو. طبعا شباب هسه راح نشوف اثنينات يعني سويه، نشوف الفيديوهات مالتها. طبعا عندها سلبيات، بس هي صراحه شباب صدى يعني بصوت الناس صدى بين كلش عالي. راح احاول احكي بصوت عالي فتحملون. طبعا شباب هسه احنا راح نشوف الفيديو. طبعا الفيديو الاول صح هي عندها اسلوب ما حلو، عندها يعني طريقه ما حلوه انه خلاعيه وشي شغلها، يعني البنيه يجوز هيك تحب، يجوز هذا الاسلوب مالتها بالحياه، احنا ما نعرف. طبعا شباب خلينا نشوف الفيديو الاول وعد بكيفكم، بس رجاء بدون تنمر، كافي خطيه حتى كرموها سفيرة الانسانيه مال النوايا الحسنه، هاي قد ما يتحمل تنمر البنيه. شنو هاي الناس ما جاي افتهم، اذا مضغوطين لا تعلقولي، اذا مضغوطين لا تعلقولي، اقطع السايدين حبيبي. جيجارة شنو موضوع الجيجارة؟ طبعا شباب شفنا الفيديو اثنيناتنا، طبعا اكو سلبيه بالموضوع، بس يعني هي البنيه جزازتها هي مو صوجها، صوج ذولا اللي وياها اللي يقولوا لها تطلعين شو اسمه ولا شيلين جيجاره لين ما يصير. اكو عالم راح تباوع، اكو عالم راح يشوف، اكو امور هوايه موجوده بالحياه. هاي صوج المخرج، انت المخرج صوجك. هي تقول لها تسوي ايش بسويك؟ انت شنو مكلب له فتح دقمه حتى شنو؟ حتى تجيب المشاهدات. يا الربع يا الربع يعني كافي والله، يعني هاي البنيه جت تحمل تنمر، يعني المسؤولين دار مداره وينهم؟ يلا شباب نشوف الفيديو الثاني نبدي. اسمه ابو عامر لبن. لو شايفين ماكله كان قلنا الدجاج شرب شي البنيه، بس هي لبن، دجاج شرب لبن نعسانه. يا الربع نعسانه، يعني بدنا ما تنعس، يعني واحد ما يشتهي لبن، تعبانه من الشغل، هي تغني يعني اكيد اوقات ليليه تغني كافي. هسه تعب حيجي واحد يقول انت شنو ايش تحكي، يعني البنيه والله خطيه، والله العظيم خطيه. كانت فاهمه الموضوع غلط بالبدايه وشلبت، قامت تسوي الانقص حتى العالم تبوع عليه، قامت تسوي الانقص حتى العالم. هسه هي تندمت على الموضوع. انا سالكم فيديو بالك اطلع لكم اياه شوفوه شلون هي عبانه نفسها بزعانه من ورا هاي السوالف. كافي احنا خو ما كليتنا نحكي عليها، لازم واحد يطلع يحكي يكسرها خطيه. طبعا متت من الحر، ابو السبات لسه عم جاي شاد السبلت باكر موته، والله باكر الا موته كتل. صار لي اسبوع يوم يقول اليوم وباكر يوم وباكر يوم وباكر، متت من الحر، بس شو اسوي مجبور يعني صار لي شهر قاطع القناه. يلا يا ربع زين شباب تدرون هي تيسير العراقيه اصلا كانت ممثله؟ ما تدرون؟ مو تدرون لا ما تدرون؟ اشوفكم شلون كانت تمثل، والله التمثيل احلى. يلا المشكله ادري بين بنتك. شوفوا شباب هسه شو يصير لو يدرون بزواجنا؟ الفنانة تيسير العراقية في مسلسل بيت الطين الجزء الثاني عام 2007. لا ماما لا، تقبلين انت ابوك يتزوج بنيه بقد عمرك؟ كلها من ابويا. الله يرحمه كان خايف عليك. والله التمثيل حلو بالتمثيل. صرنا المغرب ومعرب
يجوز صارت له شغله منا وانتهى بيها. يا شغله هاي التلهي الوقت هذا كله. ورضيه شلون تعوفك وتروح؟ رضيه بتساعدها اولادها ومحتاجتها، اقول لها لا تروحين وعليه ويجي يابعد وين يروح؟ جات غير ما هسه شباب شفنا مقطع صغير هو مقطع طويل، ها هي لان ما اريد اطول الفيديو ذا طويل يصير ما حلو. طبعا احنا شفنا هذا المقطع مالتها. شو تقولون انتم؟ كتبوا لي بالتعليقات، ما اريد من عندكم شيء، كتبوا لي بالتعليقات انتم شو تقولون؟ يا ولد حسين هي بالتمثيل لو بالغناء؟ انتم بكيفكم، انا مالي شغله، انا مالي شغله، اعذروني مالي شغله، اني مالي شغله، كل انتم شوي ليش ايش ذا طيب شباب هذا الموضوع انتم يومكم كتبوا بالتعليقات يا ولد حسن اللي بالغناء لو بالتمثيل. بالنسبه لي بالتمثيل لبس حلو مرتب امور طيبه سيت اب جديد. هلو طبعا شباب بس نشوف الفيديو الاخير. طبعا دزوا لي مكتوب به فضيحه تيسير العراقيه بسبب مقطع انتشر على الانستغرام. ليش تحكي على العراقيين وتقول العراقيين ما اعرف. يلا شباب شوفوا السوق. انا طبعا حلفت بتراب والدي اللي هو عزم الروحي بتراب الغالي انه انا لا اقرا تعليقات ولا اهتم للتفاهات، اهتم بس بمستقبلي، اهتم بسفرياتي جايتني واهتم برزقي. الله يوفقك. والحمد لله وشكر الله يوفقني، والله يقول واما بنعمه يا ربك فحدث. انتم تهينون بي وتغلطون علي وما تعرفوني ولا معاشريني زين. الله يوم عن يوم دا يسقطكم، دا يذب سخطه عليكم، دا ينتقم عليكم وتعرفون كل زين ليش. منافقين، شقاق، نفاق، يذبون على بيت الله ولد. هذا كله ما له علاقه بي. انا موضوع اليوم البيجات اللي مسويها ب27 بيج، واحد كاتب اريد واحد جاد، واحد ممكن بنات، واحد عفي ماما عفي هذا الكيس روحي هناك عفي. هاي البيجات كلها موليه وتراب والدي الاغلى من روحي. اتمنى هو عايش، لو ابوي عايش غير بس اويلي على الله. الله يرحمه. على كل الحمد لله والشكر على كل شيء. هاي البيجات كلها موليه. البيج الرسمي والوحيد الخاص لي هذا اللي بعد ال1000 يصير 400,000 وان شاء الله بعد اسبوع هيك يوصل لنص مليون. هذا البيج الوحيد مالتي. البيجات الباقيه طبعا كلها بلغت عليها الجريمه الالكترونيه. والا اجيبكم يا ساقطين، يا ولد الزنا، يا ساقطات، يا دايحات، يا مقطاطات، امهات السحوره، الساقطات، المعفنات، الوسخات، المنافقات، القشابات. الله ذب كل سخط الدنيا ذب عليكم. سواكم اقدر دوله بالعالم، اوسخ دوله بالعالم. جوازكم ما حد يحترمه، ما حد يحترمكم. منافقين، ناس تاكل بناس، على الغريب تموتون على الغريب، تضربون على الغريب، تلموا له فلوس، تلموا له فلوس والعائله فقيره جوعانه. جار ياكل بجاره، ذبون على بنت الله ولد. المنافقين شعب الشقاق والنفاق ولكم انتم ارد احكيها هيك وما اخاف. اهل البيت ذبحتوها، العراقيين منو ما يعرفكم. هسه ليش جاي تجمعين؟ هسه صارت 3 ساعات امدح بيك. والله ما اعرف. هسه ليش تسوي هذا المقطع؟ قطعه نزله صارت 3 ساعات امدح بيها هاني وقامت تحكي على البلد كلكم بلد شقاق. وانتم مين؟ انتم مو بنت العراق، وانتم يوم العراق الصعيديين. طبعا شباب والله انا صراحه هذا الفيديو اصلا مش شايفه. دزوا لي قالوا لي فضيحه تيسير العراقيه، قدامكم الاسم فضيحه تيسير العراقيه بسبب مقطع انتشر على الانستغرام. ليش تحكي على العراقيين وتقول العراقيين بيتشرفون؟ انا ايش احكي بعد ما اقدر احكي الصراحه. صح اكو صدى لان حماس انتهى وراحوا ذب الزباله من وراء هذا المقطع الخايس. زين كمل. كلهم اكو عراقيين يخلون على الراس، واكو عراقيين مال دق وبالنعال مال اعدام هيك اعدام. هسه بعد ايش؟ بعد ما حكينا ولا بعد ايش؟ ووحده ناقصه وتحكي على العالم اعدمها قدامنا. انا اعدمها بيدي اعدمها، طلعت من ماعونها. ساقطات انت ليش انت ساقطه؟ ليش انت رخيصه؟ وانتم ساقطين. انت كل انسان هاي معلومه يحكي على بشر ما مأدري وما يعرفه زين لو انجح منه
طبعا انا اعرفهم عليهم قرايب اهل فنانات. هن مو فنانات خليها سكتة يا لفتة اللي تصعد لي خلال شهر بسيارة ب 12 شدة. على كل ما له علاقة بهاي الامور هاي السوالف. زين اللي يحفر على انسان هيك ويسقط بيه ويحكي عليه ويفشل، هذا بس ابن الزنا. الشريف ما يسوي هيك. بس اتمنى من الله سبحانه وتعالى واني يتيمه، يا رب يا رب بس انت تعرف ويا، يا رب الهي وانت جاهي. كل من مسوي بيج وكل من مسوي قناه، هاي اخت تيسير العراقيه، اخت الراقصه، هو الاخت، هو انا يتيمه، هو انا امي صابئيه توفت عمر 8 ايام وابويا مات. منين الاخت اني اخت تيسير؟ هذا بيج تيسير المنغولي، عماني منغوليه وتلحقوا لي بالابار. وما صابئيه؟ وانا مشوهه واني ثور طبعا لهنا شباب وصلنا لنهايه الفيديو، ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم. طبعا حاره متت من الحر. طبعا شباب طفت الكهرباء وراح انهي طفت الكهرباء. طبعا شباب شكرا ممنون على الدعم اللي قدمتوا اياه، وبالتحيه لريفر. طبعا شكرا على الدعم اللي قدم لي اياه، وشكرا لكم، وان شاء الله اوصل 10K بوجودكم. شباب اي مقطع يعجبكم كتبوا لي اياه بالتعليقات او دزوا لي على الانستغرام، حيطلع اليوزر مالتي هنا والرابط جوا بالوصف. طبعا طولت عليكم، مشتاق لكم هواي، مشتاق تعليقاتكم الحلوه. يلا شباب لا تنسوا باللايك والاشتراك، دفع زر الجرس وتاخر منكم حتى نستمر بالقناه. في امان الله.